ليه لما الشمس بتطلع كلنا بنطفي الأنوار؟ احنا عرفنا نور الشمس واستفدنا منه في الزراعة وفي الأكل وفي حياتنا. نور الشمس مفيش أي نور من اختراعاتنا قدر يوصل لأنه يكون بالقوة والوضوح ده. في نور تاني أهم وأخطر، هو نور القيم ونور الأخلاق ونور العلاقات. في سورة كاملة في القرآن اسمها النور، بدأت بكلمة قوية جدا، هي سورة أنزلناها وفرضناها. يعني مش اقتراح ولا اختيار مننا، ده منهج مفروض علشان حياتنا تنور. ليه رغم إن معانا شهادات وعلم وتكنولوجيا في بيوت بتنهار ولسه في قلوب ضايعة، وفي علاقات مليانة شك وخوف؟ وده ببساطة لأن احنا استبدلنا نور ربنا القوي بنور المصابيح الضعيفة بتاعتنا. استخدمنا النور الحسي اللي هو نور الشمس، وسيبنا النور المعنوي اللي ربنا عاوز ينور بيه حياتنا وقلوبنا من جوه. نور البشر بيطفي بس نور ربنا ما بيغيبش. عشان كده سورة النور مش بس آيات بنقرأها، دي حماية للمجتمع، منهج كامل. حماية للبنت اللي في العشرينات اللي وسط ضغط السوشيال ميديا والاختلاط، حماية للأم اللي خايفة على أولادها، حماية للشباب اللي بيجاهدوا نفسهم كل يوم. في ناس بتخاف تتعرف على المعاني وعلى القرآن، وخصوصا الآيات اللي فيها أحكام تأنب ضميرها أو تخليها تبطل الحاجات اللي هي بتعملها أو اللي هي فاكرة إن هي مرتاحة وهي بتعملها. صدقوني أي ضياع في حياتنا وأي ضلمة فعلا سببها إحنا، وسببها إن إحنا معتمدين على النور الصناعي، النور الضعيف، على عكس نور الشمس اللي ربنا جاي لنا بيه. لو حاجة واحدة بس عاوزين نطلع بيها من الفيديو ده، هي إن أي ضلمة في حياتنا محتاجة نور، مش محتاجة مبرر. دي بداية رحلتنا، هنعيش مع صورة النور تفسير بسيط من تفسير الشعراوي بس مربوط بحياتنا. لو نفسنا نعيش الصورة مش بس إن احنا نقرأها، اشتركوا في القناة وتابعوا السلسلة اللي جاية، وبلاش توقفوا إن النور يدخل حياتكم وينورها زي ما الشمس بتطلع كل يوم تنور الدنيا. أنا آية هويدي، هستناكم بكرة نتكلم عن أخطر حاجة بدأت بيها الصورة وليه ربنا بدأ بيها تحديدا.